مرحبا يا أصدقاء، اليوم جبت معي زورو في بودكاست خاص. زورو، لما شفت الفصل لأول مرة حسيت كأني نسيت كل شيء. الطاقم، المعارك، الباف، كل تركيزي كان على الروكس. المطر، الصخور المدمرة، والروكس نفسه عاجز يتحرك كأنه محتار بين الحياة والموت. أيوة، الروكس كان رمز الإرادة. رغم كل الدمار حوله كان يحاول يختار خطواته بحكمة، يقرر بين النجاة أو التضحية، وهذه هي العظمة الحقيقية الفرسان المقدسين ظهروا فجأة. الروكس عرف أن الموت قريب، لكنه رغم ذلك حاول يحمي جارب وروجر حتى أعداؤه كانوا عاجزين. يا زورو، قلبي كان واقف من قوة المشهد. كل خطوة وكل حركة اتخذها الروكس كانت محسوبة للحكمة، الشجاعة، الاحترام، حتى للخصوم. كل شيء له معنى. هذا ما يجعل الفصل 1166 تاريخي. هارولد، ملك العمالقة، قوته رهيبة، لكنه مضطر يتخذ قرارات صعبة. كل خطوة ممكن تغير مصير الجزيرة. شعرت بالرهبة. تمام، هارولد يظهر أنه ليس مجرد قوة بل مسؤولية. كل خطوة محسوبة، حتى لو أراد السلام. الطريق مليان عقبات، وهذا يعطيه عمق كشخصية. لوكي وهو صغير بدأ يفهم حجم المسؤولية. كل كلمة يسمعها عن الروكس، هارولد، العمالقة، قوة وحدها لا تكفي، الإرادة والقرار أهم. الروكس ترك أثر على كل من حوله، يعلمهم، يوجهه. كل لحظة درامية درس، حتى لو لم تكن واضحة تماما. كل شيء له معنى. جارب وروجر، الموقف كان صعب. الروكس يحاول يوازن بين الصداقة والعداوة. كل حركة محسوبة، كل لحظة فيها دراما عظيمة. كل شخصية تعلمت شيء أو تغيرت أو شعرت بالصدمة. تأثير الأحداث عميق جدا. الروكس ترك علامة لا تنسى. لوكي، تيتش، شانكس، ردود أفعالهم كل واحد يتأثر بطريقة مختلفة. يظهر لنا كيف الروكس والأحداث المحيطة به تركت أثرا عالميا. كل شخصية تعلمت شيء أو تغيرت أو شعرت بالصدمة. تأثير الأحداث عميق جدا. الروكس ترك علامة لا تنسى. الفلاش باك الطويل، كل خطوة، كل ضربة، كل حركة، كل التفاصيل محسوبة، وهذا أعطانا قوة الروكس بحذافيرها. كل شيء ملحمي. حتى لو لاحظنا لحظات ضعف الروكس، نجد القوة الحقيقية تكمن في الإرادة. كل قرار، كل لحظة من الفلاش باك تعلمنا شيئا عن القيادة. هارولد، ملك العمالقة، الغضب، القوة، السلطة، كل شيء يتحرك بحساب. حتى الضربات كانت محسوبة. كل شيء يخدم هدفه. الفصل 1166 كان قوي مرة. الروكس جمع القوة والإرادة والتضحية بلحظة واحدة. خلاني أتحمس أكثر للي جاي، لأن المستقبل أكيد بيكون أقوى. وإذا عجبكم الكلام لا تنسون تشتركون بالقناة وتحطون لايك. الفصل مو بس أحداث، كان رسالة واضحة عن القرار والإرادة. الروكس ترك بصمة ما تنسى، وننتظر القادم بسيف جاهز. ولا تنسون الاشتراك وخلوا لايك قبل ما تطلعون.